في أول فيديو لكم أبرز عناوين أخبار اليوم. بكاء ونواح في الجزائر بسبب قرار المغرب الأخير. فرنسا تفاجئ المغرب والجزائر بتصريح هز العالم. إيمانويل ماكرون يهين تبون والجزائريين على المباشر. قبل ما نطرق للتفاصيل كنتمنى الدعم ديالكم عن طريق النقر على زر اعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديدنا أول بأول. بشعار الله الوطن الملك، على بركة الله نفتتح ملف حلقة اليوم. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل رسمي انسحاب المنتخب الوطني المغربي من المشاركة في كأس أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر بعد رفض سلطات هذه الأخيرة السماح للطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية من دخول أجوائها. وقال بلاغ للجامعة إنه تعذر على المنتخب الوطني المغربي السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 من يناير والرابع من فبراير 2023 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقلة الرسمية للمنتخبات الوطنية. وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 من دجنبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تقدمت يوم 22 من دجنبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتبارها الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. وقال البلاغ إنه من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. كما واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 من يناير 2023 تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب إثيوبيا. وأضافت الوثيقة أنه بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 من يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 من يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. ومن شأن انسحاب المنتخب الوطني المغربي من الشأن أن يدفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إلى إدخال تعديل على قانون تنظيم التظاهرات القارية. ويتوقع من قبل المهتمين أن يلجأ الكاف إلى عدم قبول ترشيحات الدول التي لا مشاكل وخصومات سياسية مع دول إفريقية أخرى. وبات من المؤكد أن يكون انسحاب المنتخب المغربي من الشأن بسبب إقحام الجزائر للسياسة في الرياضة بمثابة ضربة قوية لملف ترشيح الجارة الشرقية لاحتضان كأس أفريقيا 2025. وعلى إثر هذا الموضوع دخل المعلق المثير للجدل حفيظ الدراجي على خط القرار الذي أصدرته اليوم الخميس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص مشاركة المغرب بشأن الجزائر. وقال حفيظ دراجي رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور الأجواء الجزائرية المغلقة مباشرة من المغرب، قبل أن يضيف
الاتحاد الافريقي طالب المغرب بالسفر الى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا او تونس، لكنه اصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والاسرائيلي بقرار سيادي من طرف الجزائر. تعليق حفيظ دراجي قبله عدد من ردود الفعل، حيث قال احد المتابعين: يا حفيظ، ما علاقة الطيران الاسرائيلي في الموضوع؟ لماذا تكذب على الناس؟ ان القرار المغربي بعدم المشاركة هو قرار ايضا سيادي. ووجه معلق ليبي رسالة واضحة للنظام الجزائري تعليقا على تدوينة الدراجية قائلا: الجزائر للأسف متعصبة في كل شيء وتدخلون السياسة في الرياضة. إذا كنتم لا تريدون المغرب أن يعبر الأجواء الجزائرية، لماذا من الأول تنظمون المشاركة في هذه الكأس؟ معلق آخر أكد أن التنظيم الجزائري سيء قائلا: المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وما عانته منتخباتنا كان لابد من ضرورة توفير سبل الراحة، وأولها رحلة مباشرة. الجمهور الجزائري هاجم اللاعبين المغاربة بالسب والشتم، فكان لابد من توفير أجواء آمنة، وهو الأمر الذي يغيب حينما يلعب المغرب بالجزائر. وبسبب هذا القرار المغربي الأخير هناك بكاء ونواح في قصر المرادية هناك في الجزائر. وفي خبر آخر، سبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيارة المرتقبة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا هذا العام بإعلان رفضه تقديم أي اعتذار للجزائريين على استعمار بلدهم ل 132 عاما، معتبرا أن العمل على ملف الذاكرة الذي تروج له بقوة السلطات الجزائرية لا يعني طلب الصفح، لأن الأمر لا يتعلق بجرد حساب. نشرت مجلة لو بوان لقاء مع ماكرون نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الفرنسية AFP. أكد من خلاله الرئيس الفرنسي أنه ليس مضطرا لطلب الصفح، وأن ذلك ليس هو الهدف، بل اعتبر أن كلمة الاعتذار ستقطع كل الروابط. وتابع: أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر وكل منا يذهب في حال سبيله، مبرزا أن العمل على الذاكرة والتاريخ ليس جرد حساب بل على العكس تماما. واعتبر ماكرون أن عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك الاستعمار أمورا لا توصف ولا تفهم ولا تبرهن، وربما أمورا لا تغتفر، لكنه أصر على عدم تقديم الاعتذار الذي تطالب به الجزائر، وأبعد أي صلة بين هذا الاحتمال وبين زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس، قائلا: آمل أن يتمكن تبون من القدوم إلى فرنسا هذا العام لمواصلة عمل الصداقة غير المسبوق. وأبدى ماكرون أمله في أن يشارك تبون في مراسم تكريم أمام قبر الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز، معتبرا أن ذلك سيكون لحظة جميلة وقوية جدا. كما عاد لتصريحاته التي اعتبر فيها أن تعامل الجزائريين مع موضوع الذاكرة مرتبط بالريع التي تحدث من خلالها على عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، معتبرا أنها قد تكون عبارات خرقاء وقد تكون جرحت مشاعر الجزائريين. وتأتي تصريحات ماكرون بعد أيام من حوار الرئيس الجزائري مع صحيفة لا فيغارو الفرنسية الذي أعلن فيه ترحيبه بعودة علاقات الثقة مع باريس، معبرا عن تمنياته بدخول عهد جديد مع المستعمر السابق لبلده، حيث كان المديح لما كان الذي قال عنه إنه يمثل تجسيدا لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين الجزائر وفرنسا. وشدد الرئيس الجزائري حينها على وجود تفاهم بينه وبين ماكرون، متحدثا عن زيارته إلى باريس سنة 2023 بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في غش من السنة الماضية، مبرزا أن بين الاثنين صداقة متبادلة، بل أبدى أسفه على الصيغة المؤسفة التي عبر بها كل منهما قبل ذلك، مبرزا أن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي أن هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا. اعتبر عبد المجيد تبون أن البلدين تقع عليهما مسؤولية مشتركة ويتجاوز عقد الماضي، قائلا: على فرنسا أن تتحرر من عقدة المستعمر وعلى الجزائر أن تتحرر من عقدة المستعمر. وعندما سئل عما إذا كانت بلاده ستطالب فرنسا بالتعويض عن التجارب النووية، اكتفى بدعوتها إلى تنظيف النفايات النووية التي أحدثتها بمواقع التجارب والتكفل بالضحايا. وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مطول أجرته معه صحيفة لوبو على أن الحرب بين المغرب والجزائر مستبعدة،
للغاية. كما دعا إيمانويل ماكرون إلى تهدئة التوترات بين الجزائر والمغرب القوتين المتنافستين في المنطقة، وقال إنه لا يؤمن بحرب بين هؤلاء الجيران، مشيرا إلى التكهنات لدى البعض والخيال لدى آخرين وحتى إرادة الحرب لدى البعض.